التوينكيز دايت. طبعا هذا مش توينكيز، هذا شوكليت، ولكن التوينكيز دايت دوروا عليه. ليش عم نحكي على التوينكيز دايت؟ كثير مرات لما بحكي عن موضوع كالوري ان وكالوري اوت وقديش لازم تاكل كالوري هي اللي بتحدد انك تخسر وزن او تكسب وزن او تحافظ وزن، كثير بيجيني من التعليقات اول شيء لا الموضوع له علاقه بالانسولين، له علاقه بالهرمونات، له علاقه بالفوائد اللي في الاكل، له علاقه. حلو الكلام، ولكن حابب احكي لكم علاقه وزنك بالاكل هي قديش انت عم تاخذ كالوري وقديش جسمك عم يحرق كالوري. وعشان هيك بدي احكي لكم على التوينكيز دايت. بروفيسور تغذيه قرر انه يثبت انه الموضوع ما له علاقه الا بالكالوري ان والكالوري اوت، ما له علاقه لا بهرمونات، ما له علاقه بانسولين، ما له علاقه بانت شو نوع الاكل اللي عم تاكله وقديش في تغذيه لجسمك، قديش في مغذيات لجسمك. فقرر انه بده يعمل دايت ياكل فيه فقط توينكيز. توينكيز نوع من انواع الحلو، وما بياكل ولا شيء في يومه غير توينكيز. كان كل 3 ساعات بياخذ حبه توينكيز. شو معنى هذا الحكي؟ معناها عم ياكل سكر 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 طول اليوم، معناها انسولين عالي. ورغم ذلك كان حاسب حسبته قديش هو لازم ياكل عشان ينحف، فاكلهم كلهم من التوينكيز. في شهرين نزل ما يقارب 27 باوند، يعني 12 13 كيلو في شهرين نزل في وزنه وهو بياكل فقط توينكيز لا غير. اذا موضوع كالوري ان كالوري اوت، ما حدا يقول لي انسولين. حتى لو ارتفع الانسولين يا اخوان ما تخلوا الانفلونسرز اللي عم يتكلموا في هذا الموضوع تخوفكم من الانسولين. الانسولين مهم وجوده في جسمك، لازم يرتفع في جسمك. اذا ارتفع ما دام انت عم تاكل ضمن حاجتك ما راح يصير لك اي مشاكل، ما راح يصير لك امراض. وهذا الدكتور على فكره البايو ماركرز تبعته، كل هالمؤشرات الحيويه تبعت صحته تبعت جسمه تبعت الدم كلها تحسنت لانه وزنه نزل فقط لا غير. مين بده يجرب توينكيز دايت؟ طبعا مش انا ما بجربوش. بحب اعطي جسمي بروتينات عشان كمان احافظ على الكتله العضليه، فعندي البروتينات هي اساسيه في نظامي الغذائي. واللي بيسال كيف احسب حاجتي، في فيديو بشرح لك فيه بالتفصيل كيف تحسب حاجتك وكيف توزعهم بين بروتين فات وكربوهيدرات، روحوا شوفوه.